مساء الخيرات، ان شاء الله تكونوا بخير. اولا واخيرا زي ما بنتكلم كل مره، اوعوا تنسوا اخواتكم في فلسطين، واوعوا تنسوا تدعوا لهم، واوعوا تبطلوا تدعوا لهم، واوعوا تبطلوا تساعدوهم. الوضع عندهم صعب جدا جدا جدا. ارجوكم اوعوا تبطلوا. ربنا يفكها عليهم، وان شاء الله رمضان كريم علينا وعليكم وعليهم باذن الله، يخش عليهم بكل خير وبكل نصر باذن الله، وربنا يحفظهم ويحفظ ولادهم يا رب العالمين. في قصه دايره كده في السوق العقاري بقالها حبه، وانا محتاج اوضحها لحضراتكم من وجهه نظري. القصة دي قصة ايه؟ تعالى اشتري 6 شهور وبيع. كل ما حد من العملاء حبايبنا يكلمني، او بعض السيلز برضو من صحابنا يتكلم يقول لي ايه، 6 شهور، خلي العميل يجي ياخدها 6 شهور ويبيعها. وبعدين دلوقتي النغمة اللي دايرة، بروكرز بيكلموا عملاء، عملاء بيكلموني، زملاء بيكلموا البروكرز، 6 شهور وبيع. طب هو السوق كله هيبقى بروكرز؟ عملاء وزملاء هيبقوا بروكرز؟ مش منطقي، مش منطقي. طيب، هل انا بقول لحضرتك ما تستثمرش بهذا الشكل؟ لا، بقول لك استثمر بهذا الشكل، ولكن حط لنفسك ضابط. مش ضابط شرطه يعني، ضابط من الضوابط يعني. يعني ايه؟ يعني حضرتك ما تجيش تشتري حاجه وتقعد تحسب فلوسها. انا 6 شهور هم اللي معايا، وبعد 6 شهور ويوم هدخل السجن. ما ينفعش يا فندم. انا العملاء بتوعي هيسمعوا الكلام ده، الناس بيجروا مني الكلمه، يعني عارف ما بيمسك لساني كده يجر مني الكلمه دي عشان اقولها له، مش هيحصل. هو يقول لي طب يا احمد على دخلة الصيف، اقول له ماشي اعرضها على دخلة الصيف، ولكن حضرتك كن مأمن نفسك على الاقل سنه. والناس يراجعوني، يكتب في كومنت مفتوحه لو حد لقاني بقول كلمه غير كده يقول لي احمد انت كذاب. على الاقل سنه. يعني احنا زمان كنا نقول سنتين، طب دلوقتي سنه. المعروض هيقل ماشي، وبرضه حضرتك بتشتري فين؟ راح تشتري في مشروع 50,000 فدان وتقول لي أصل 6 شهور وهبيع؟ يعني هيكون في فترة استقرار من وجهة نظري الفترة الجاية في الأسعار. هتزيد الزيادة الطبيعية، مش الزيادة الجنونية اللي احنا عشناها، الزيادة الطبيعية. فحضرتك لما تنقي مشروع كويس في منطقة كويسة وتقعد تشتغل عليه، الأصل في الموضوع إن حضرتك تخليه وتأجره. ده وجهة نظري أنا. الأصل إن أنت تخليه وتأجره. غير كده عايز تبيع وتشتري، ده اسمه استثمار. فالاستثمار ده فيه مخاطر، فالمخاطر دي لازم حضرتك تكون مركز ان هي تبقى اقل مخاطره. اقل مخاطره يعني ايه؟ اكون مأمن نفسي الفتره قدام. ما اجيش اشتري واحد عمال يطمع فيا، العيال الصغيره اللي بتتكلم في التليفون واللي مشغلينهم واللي بيعلموهم، قول لي العميل 6 شهور وتعالى بيع واكسب. يعني مش هينفع. لو حضرتك مش مأمن نفسك صدقني هيحصل لك مشكله، لان اللي بيقول لك 6 شهور وتعالى بحالك ده مش هتلاقيه. بنسبه كبيره جدا مش هتلاقيه. فاللي اطلبه من حضرتك، امن نفسك على الاقل سنه في الاقساط، سنه على الاقل، علشان لو لا قدر الله جيت عرضتها بعد 6 شهور واتعطلت، ما جابتلكش الفلوس اللي انت عايزها، ما اتباعتش، ما يبقاش السكين على رقبتك. حضرتك هتحط شيكات، الشيكات دي تاني يوم هتبقى في النيابه. فهل حضرتك مستعد تخش السجن عشان خاطر في واحد قال لك تعالى 6 شهور وبيعها وما تقلقش وانا هصرفك لا. الكلام ده ممكن يحصل، ولكن حضرتك لازم تكون مأمن نفسك على الأقل سنة. وزي ما بقول لحضرتك، أنا توقعي أو مش توقعي، اللي أنا أحبه لحضرتك إن أنت تاخد العميل، تاخد العقار وتخليه يبقى عندك 20 عقار، مليون عقار. هو ده اللي هيخليك يجي عليك اليوم وتقول إيه، أنا والله هبطل شغل بقى وأقعد في بيتنا والدنيا كده تمام. هو ده اللي من وجهة نظري انا كاحمد. انما في ناس عماله تقلب في العقارات وتبيع وتشتري، هيحول السوق كله لبروكرز او مسوقين او سماسرة يعني. فحضرتك كعميل بتخش برجلك اليمين ان شاء الله. امن نفسك فلوس سنة على الاقل، واوعى تسمع كلام حد بيلبسك. اتمنى من ربنا ان نكون بنفكر في الموضوع ده بالراحه. واللي هيزعل مني في الحته دي من اصدقائنا يتفضل يزعل، ما عنديش مشكله خالص. في شوارع كتير ممكن يزعل فيها دلوقتي. انما حضرتك كعميل بالله عليك اوعى تعمل كده الا لما تكون مأمن نفسك. 6 شهور، سنه. هيقول لك تعالى 6 شهور وبيعها، ماشي، اعرضها بعد 6 شهور، اعرضها في الصيف، اعمل اللي انت عايزه، ولكن ما تسيبش نفسك اقل من سنه. وربنا يكرمكم ان شاء الله. واتمنى من ربنا يكون اللي كان بيقوله ده يعني يفيدنا كلنا. احنا بنفكر مع بعض، وانا برضو بفكر معاكم. ولو في حاجه انا مش مغطيها زي ما بقول لحضرتك كل مره، يا ريت تبعتوا لي، لو انا اعرف فيها وليا راي فيها هقول لحضرتك الراي ده ايه.
لو ما اعرفش هقول لحضرتك ما اعرفش. ما ننساش تاني اهلنا في فلسطين، ندعي لهم، نساعدهم على قد ما نقدر، ربنا يفكها علينا وعليهم، ورمضان يخش عليكم وعلينا وعليهم باذن الله بكل خير. كل سنه وانتم طيبين.